من غير اضافات او غش هنعمل الجزء التاني للطحينة الفريش بتاعت المحلات المحترمة. فصين توم، رشة من الكمون، على رشة من الشطة، على رشة من الملح، وننعم الدقة بتاعتنا كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. اهم حاجة ان التوم يبقى دايب خالص عشان ما يطلعش في اللقمة وانا بغمس في الطحينة. نعمت كويس جدا. هنبتدي بقى نشتغل بالطحينة بتاعتنا. عندنا نوعين من الطحينة، سمسم خالص او خليط. في الغالب بتاعت الشركات اللي انتوا شايفينها دي بتبقى سمسم خالص، فبالتالي لما هاجي هحلها بميه عاديه من الحنفيه. انما لو انت جايبه طحينه من السرجه ممكن تبقى خليط. هتعملي ايه حضرتك؟ هتدفي الميه شويه، يعني تسخنيها على البوتاجاز. وانت بتحل الطحينه كده ما تحطيش ميه كتير، واحده واحده، عشان لا تبقى سايبه خالص او تبقى مجمده قوي. فانا بعد ما فكيت الطحينه كده مع الدقه وقلبتهم مع بعض هبتدي احط عصره من الليمونه. عصره الليمونه هتعمل حاجتين، هتفتح لي الطحينه وكمان هتتقلها. فبالتالي بعد ما عصرت الليمونه قلبت كده الطحينه كويس لقيتها تقلت معايا، وهنا بدأت أزود سيكة من المية. عايز أقول تقل الطحينة بيرجع حسب مزاجك وحسب ما أنت ما بتحبيها. في ناس بتحبها جامدة، وفي ناس بتحبها سايبة، وفي ناس بتحبها متوسطة. إحنا بنعمل حاجة في البيت يبقى كل واحد يعمل الحاجة اللي هو حاببها. وفي طبق التقديم بتاعي الصغير دوت نزلت بالطحينة وهلمعها برشة من الزيت. في الغالب إن الطحينة بالطريقة دي بتبقى بتاعت محلات السمك. الفيديو اللي قبله كنت عامل الطحينة اللي هي كانت فيها اضافة بتاعت العيش، اللي هي الطريقة اللي بيغشوا بيها في المحلات. المرة دي بقى عملناها بالطريقة المحترمة النظيفة، وانا عامل معاه سمك ستريبس. اللي حابب وعايز طريقة سمك الستريبس دوت يكتب لي في الكومنتات، وانا اقول لكم على الطريقة او انزل لكم برابط السمك الستريبس اللي انتوا شايفينه دوت.